النهارده معانا عربية شكلها مختلف، تصميمها يلفت النظر وبتحاول تمشي على سطرين، شكل سيدان وطابع كروس اوفر. النهارده هنعمل مراجعة كاملة للستروين سي 4 اكس الفيس ليفت الجديدة المجمعة محليا 2025. العربية اللي شكلها كده ملهاش لقمة عيش عندنا، وانا من وجهة نظري وناس كتير شايفين انها مش هتنجح. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الموضوع ده مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا عمرو مجدي، وفي الفيديو ده هنراجع ستروين سي 4 اكس الفيس ليفت الجديدة المجمعة محليا. وقبل ما ابدا الفيديو ما تنساش لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان ناس كتيرة بتتفرج علينا وتمشي من غير ما تتابعنا، وما تنساش تكمل الفيديو للاخر علشان تعرف الخلاصة في العربية دي. عربية جديدة من ستروين طرحت في السوق من اكتر من سنة، واصبحت بتتجمع في السوق المصري بشكل محسن. والعربية بتصنف كومباكت كروس اوفر مدمجة، والعربية متوفرة في فئتين اسعارهم في الوقت الحالي. الفئة الاولى ب1,290,000 جنيه، والفئة الثانية ب1,449,000 جنيه. اول ما تشوف العربيه دي هتقعد تلف حواليها شويه علشان تفهم العربيه دي شكلها عامل ليه كده، وتصميمها وحجمها غريب، وازاي مصنفه كروس اوفر بس شكلها مش شبههم. بس احنا خلاص اتعودنا على التصميمات الفرنسيه غريبه الشكل دي من زمان قوي. العربيه دي بتجمع ما بين الشكل السيدان والكروس اوفر، يعني تقدر تقول عليها عربيه ميكس 2 في 1، ودي حاجه مش كل الناس هتحبها. التصميم الخارجي للعربيه، الوش بقى هجومي اكتر بفوانيس سبليت LED شكلها عصري، والشبكه الاماميه بقت اعرض وداخله جوه تصميم الشعار بشكل ناعم. الاكسدام فيه لمسات رياضيه خصوصا مع الخط الفضي اللي تحت. من الجنب التصميم بسيط وشيك مع الجنوط السبور ال 18 بوصه التو تون. العربيه شكلها شيك ومميز. ومن ورا الفوانيس الخلفيه بقت LED على شكل حرف في، وبتدي العربيه شكل عصري بالليل. في سبويلر خفيف مدمج في الشنطه. من ناحيه التجهيزات، العربيه فيها حساسات خلفيه، وبتيجي بكاميرا رجوع وحساسات قدام، وازاز خلفي فامي بيكمل الطابع الاوروبي للعربيه. اما من جوه فسي 4 اكس الفيس ليفت بتكمل نفس الطابع الهادي الاوروبي في التصميم. التابلو شكله بسيط جدا ومنسق، فيه خطوط افقيه بتخلي الشكل العام واسع ومريح للعين، وكله متوجه ناحيه السواق بشكل خفيف كده. الخامات جوه العربيه فيها ميكس ما بين البلاستيك الطري في المناطق اللي قدامك مباشره، وزي قماش او جلد صناعي على التابلو على حسب الفئه، مع شويه تطعيمات لونها رمادي او اسود مطفي بتدي شكل انيق ورايق. عجله القياده شكلها عصري وملمسها ناعم، والكراسي نفسها تصميمها مريح وفيها تطريز شكله حلو، والخياطه ظاهره وبتدي احساس شويه بريميوم حتى لو الخامه مش جلد. بشكل عام التصميم الداخلي بسيط ونظيف، مش بيحاول يبالغ، لكنه بيدي احساس اوروبي واضح، وبيخليك تحس انك قاعد في عربيه مختلفه عن باقي المنافسين في الفئه دي. والعربيه فيها تجهيزات كتير، من اول دخول وتشغيل بدون مفتاح، والشاشه الرئيسيه ال10 بوصه بتدعم اندرويد اوتو وابل كار بلاي، والهيد اب ديسبلاي، وشاشه معلومات العربيه والسرعه بس عيبها صغيره شويه، وطاره متعدده الوظائف، وشاحن وايرلس، واربع سماعات صوتهم حلو. مساحات الركوب في العربيه قدام ممتازه، كراسي العربيه قدام فيها مساج، وتقدر تظبط الكرسي مانوال مش كهرباء. المساحه قدام حلوه مش هتضايقك. مساحه الركوب ورا ممتازه، تاخد 3 افراد مرتاحين، بس لو حد طويل قوي هيبقى متضايق من مساحه الراس لانها مش اكبر حاجه، وده بسبب التصميم بتاع العربيه. مساحات الرؤيه في سي 4 اكس كويسه، الزجاج الامامي واسع والتابلو واطي فبتشوف الطريق قدامك بسهوله. المرايات حجمها مناسب وبتغطي الزوايا كويس، والرؤيه الجانبيه واضحه، بس من ورا التصميم المايل شويه بيقلل الرؤيه حاجه بسيطه، ده طبيعي في الشكل العام، لكن بشكل عام مفيش نقط عاميه مزعجه، وعندك فتحه سقف كبيره علشان تدخل اضاءه اكتر. ومساحات التخزين جوه العربيه ممتازه، عندك مساحات تخزين كتير. مساحه الشنطه الخلفيه 510 لتر، ودي مساحه كبيره، بس فتحه الشنطه نفسها تضايقك لو بتحط حاجات كبيره. ستروين سي 4 اكس بتتوفر بمنظومه حركه بموتور 3 سلندر 1200 سي سي تربو، بيطلع قوه 130 حصان وعزم 230 نيوتن متر، والموتور ده متوصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات من شركه ايسن اليابانيه. والعربيه بجرة امام العجلات. ارقام الاداء الفعليه من 0 ل 100 في 9.5 ثانيه، السرعه القصوى تقريبا 180 كيلو متر. متوسط استهلاك البنزين في العربيه فعليا ما بين 8.5 ل 9 لتر، وبيعلى عن كده. اول حاجه نتكلم فيها وهي متوسط استهلاك البنزين. العربيه دي بالارقام المفروض تعمل استهلاك بنزين 6.5 لتر لكل 100 كيلو، ولكن في التجربه الفعليه انت علشان توصل للرقم ده محتاج تمشي بشكل اقتصادي جدا جدا جدا، ولكن ظروف القياده مش هتخليك تقدر تحقق ده. العربيه استهلاك بنزينها عالي مقارنه بارقام الاداء بتاعتها، يعني المفروض الموتور دوت ما يدينيش ارقام استهلاك بنزين بالمنظر ده، المفروض يديني
استهلاك بنزين اقل من 8 لتر. في العموم متوسط استهلاك البنزين دوت نقدر نقول عليه متوسط. اداء الموتور جيد جدا، العربيه بتتسارع بشكل ممتاز وبتدي لك احساس بالنشاط وبتخليك تمشي بكل نعومه وسلاسه. والفتيس اللي بيتوصل معاه وهو اوتوماتيك 8 سرعات من ايسين، وده فتيس ناعم جدا في التنقل بين السرعات وبيدي سواقه مريحه من غير تمعن في الاداء الرياضي. العربيه دي مش معموله علشان الاداء الرياضي، يعني مش هتحس انها بتشدك جامد او فيها حديه في السواقه، لكن في نفس الوقت الموتور التربو مع الفتيس الثمان سرعات بيقدموا استجابه ناعمه محترمه جدا خصوصا في الطرق المفتوحه. فتقدر تقول ان السي 4 اكس معموله اكتر للاستخدام اليومي المريح، مشاورك في المدينه، شغل، مشاوير عائليه، سفر خفيف، وهتديك تجربه هاديه ومتزنه. يعني لو انت بتدور على عربيه عائليه بشكل انيق وراحه في السواقه وسحب كفايه من غير دوشه ولا استهلاك عالي، يبقى دي مناسبه ليك جدا. نظام التعليق في العربيه مايل للراحه عن الثبات. كعاده عربيات ستروين العربيه بتمتص النقر والمطبات بشكل ممتاز، وبتمتص عيوب الطريق على السرعات العاليه بكل سلاسه ونعومه. والثبات في الملفات على سرعات عاليه مش احسن حاجه قوي. العربيه فيها بادي رول واضح جدا، وفي الطلعه السريعه والفرمله المفاجئه العربيه بتتميل لقدام وورا بشكل واضح. والعزل الصوتي في العربيه ممتاز، مش هتسمع صوت الهواء غير على السرعات العاليه او بعد ال 120، وصوت الموتور والعفشه والضوضاء الخارجيه معزول بشكل ممتاز. والتكييف بتاع العربيه ديول زون اداؤه ممتاز، بيبرد بسرعه حتى في الحر ومناسب جدا للاجواء في مصر. وركاب الكنبه الخلفيه ورا كمان بيوصل لهم التبريد بشكل مريح. بشكل عام التكييف من نقاط القوه في العربيه دي. وانظمه الامان في العربيه جيده جدا. العربيه فيها انظمه الامان الاساسيه من اول الفئه الاولى. العربيه فيها 4 ايرباج واي بي اس واي بي دي واي اس بي ويل هولد كنترول، نظام مساعده طلوع العربيه على المطالع، وتي بي ام اس نظام مراقبه ضغط الاطارات ومثبت سرعه. وانظمه الامان ممتازه في العربيه، كويس ان متوفر فيها انظمه الامان الاساسيه من اول الفئه الاولى. الخلاصه في ستروين سي 4 اكس الفيس ليفت بتلعب في منطقه مختلفه شويه. عربيه تصميمها غريب لكن جذاب، مش شبه اي عربيه تانية في فئتها، وده في حد ذاته بيخليها مميزه. مريحه جدا في السواقه، عزل صوت ممتاز، تعليق مريح، وتكييف قوي، وكل ده بيخليها مناسبة للاستخدام اليومي والمشاوير الطويلة. لكن في نفس الوقت أدائها مش رياضي، واستهلاك البنزين أعلى من المتوقع على حسب أرقام الأداء دي، ولكنه في العموم استهلاك بنزين متوسط، والثبات على السرعات العالية مش أفضل حاجة، فمش معمولة للناس اللي بتحب تسوق بعنف. ولو بتدور على عربية عائلية مريحة بشكل مختلف وتكنولوجيا أوروبية من غير تعقيد، يبقى سي 4 اكس تستاهل انك تحطها في حساباتك. وفي الختام شكرا لك على المتابعة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة على يوتيوب. تابعنا علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.